والله الناس ما تجتمع إلا بالتوحيد. الشرك هو اللي بيفرق الناس. حتى على الأقل المسلمين لو في العالم، لو في العالم بس ياهو جامعنا ده جو 5 بيجاي قالوا نحن تابعين لفلان، فلان ده زول خطر وزول كذا وتتعلقوا به وتبقوا عقيدتكم فيه، في 10 أنفار مشوا معه قالوا نحن طريقتنا كذا وشيخنا فلان كذا وبننادي في الشدايد شيخ محمد احمد ده. واحد تاني جاب الباب ده قالوا يا جماعه والله انا شيخي اسمه عبد الباقي والله خطر مره واحد والله بدي الجنه، والزول ده زول مره واحد. في 7 مرقوا معاه بيقوا شيخنا عبد الباقي ومتعلقين به، والعربيه دار تنقلب بدل ينادوا والله بيقولوا يا شيخ عبد الباقي. في 3 ورا قالوا والله نحن شيخنا مختار والله ده بيعرف الرايحه ذاته وين وبيعلم الغيب ذاته عديل. في 8 انفار مرقوا معاه. هسه الجامع ده ما تفرتك. جا واحد صنقر في النص قال هو يا ناس محمد احمد تعالوا الله بس جو قالوا تاني عقيدتنا في الله. يا ناس عبد الباقي تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله. يا ناس مختار تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله. اللماهم من والفرتقهم من مش اللماهم زول التوحيد وفرتقهم زول الشرك. ولذلك يا جماعه التوحيد ده هو اللي بيجمع الناس، الله بيجمع بين الناس. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. شرك ده فيه الفرقه.